لفت التلميذ الذي بلغ 25 من عمره أنظار كبار علماء الحوزة إليه، وعلى وجه التحديد زعيم الحوزة الشيخ الحائري. يروي لنا الشيخ يوسف بور قائلا: كنا في المدرسة الفيضية نستمع إلى درس المرحوم الشيخ الحائري في إحدى الليالي، وكان الشيخ يتكلم بصوت عال عند شرحه للدرس، فرأينا شابا قد نبتت لحيته حديثا جاء وجلس أمام الشيخ وقال مخاطبا له: هل أستطيع أن أطلب منكم أن تخفضوا من صوتكم قليلا عند شرحكم للدرس؟ فنحن نقوم بالمطالعة في هذه الغرفة المجاورة، لكن صوتكم العالي يمنعنا من ذلك. يقول الشيخ يوسف: عندها نظر إليه المرحوم الشيخ وقال: بكل سرور أيها السيد، بكل سرور، سأتكلم بصوت منخفض. وتابعه الشيخ بنظره وقال: سيكون لهذا الشاب عطاء عظيم في الإسلام وفي هذه البلاد. ألف الشاب الخميني أول كتبه في العام 1928 وهو لم يبلغ بعد 26 من عمره. في 29 من عمره عزم